ما شاء الله خلصنا العيش السوري، عملناه في منتهى الجمال. عملناه بالمخده، المخده اللي عملناها في اللايف. طريقته بسيطه، والمخده بتساعدك على فرد العجين، وابسط من العيش السوري يعني مفيش. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله هنعمل العيش السوري بابسط طريقه. مقادير العيش السوري الاصلي: كيلو من الدقيق، ربع معلقه من الملح، ربع معلقه من الخميره، وربع معلقه من السكر. ده مقادير الكيلو. والميه بالتدريج، مش بنحط الميه كلها مره واحده. العجينه بتاخد 10 دقائق عجن. بسم الله. انا هعجن النهارده بالعجان. هنا حطيت الملح والسكر والخميره. بسم الله. الاول بقلبهم وبعد كده ابتدي احط الميه. العجينه بتاعه العيش السوري بتكون طريه. هحط كوبايه، هنزل بالمج التاني وابتدي ان انا اعجنه. بسم الله. هحط نص الكوبايه التاني بالتدريج واسيب شويه. شايفين العجينه؟ بسم الله ما شاء الله، يعني ملزقه وفي نفس الوقت متماسكه. مش لازقه ماسكه في ايديا، لا يعني متماسكه. هسيبها برده تتعجن شويه كمان. اهم حاجه يكون فيها التلزيقه كده. ما شاء الله تبقى جاهزه معانا. دهنت دهنه بسيطه من الزيت في الصاج او في صينيه. هبتدي بقى اخد من العجينه الكره، احاول اخليها 60 جرام. بسم الله. بقى كده اقلبها كده اهو، عشان لما اجي افردها بعد كده متلاقيهاش تتفتفت وتتقطع مني. اهو بجيبها كده وافضل بقى اكور فيها. هعملها كلها بالشكل ده. بس كده بعد ما ارتاحت بجيب رشه بسيطه من الدقيق وابتدي ان انا افردها. اعملي بالحمرا احسن. اهي رشه بسيطه من الدقيق. بعد كده هاخدها اهو. هدي بقى المخده. بسم الله. ما شاء الله تبقى معايا. هي على طول من البحر. اوقفها على العجينة عشان العجينة بس اللي فيها. انت ما تقربهاش، ببص عليكي بحط. ما شاء الله شايفين شفافه ومنتهى الجمال.